مستقبل جيبس دخل في المباراة منذ البداية، وفي الدقيقة الثانية مخالفة لأبناء طارق جرية وسوء تقدير من الحارس بشير العباسي، وحكيم تقام يرفضش الهدية ويمضي على أولى أهداف الزليزة. رد مستقبل المرسى يأتي في الدقيقة 13 بعد تماس طويل ورأسية أحمد الحاضري فوق مرمى الحارس عبد القادر شوية. فريق الضاحية الشمالية يواصل في ضغطه لتحقيق التعادل، ومرة أخرى رأسية أحمد الحاضري بعيدة. أبرز فرصة للقناوية كانت في دقيقة 17 أمان الله بن حميدة في منطقة 18، ورغم المحاصرة اللصيقة من حسن التويتي يصوب، والتألق للحارس عبد القادر شوية يفسخ هدف محقق لمستقبل المرسى. مرة أخرى عبد القادر شوية يتألق وكان حاضر أمام تصويبة بن حميدة ويحافظ على أسبقية فريقه في النتيجة. تتواصل العملية ورأسية أدجوا فليب بجانب القائم الأيسر. شوط أول ينتهي على نتيجة هدف ل0 لمستقبل جيبس، وكان فيه الحارس عبد القادر شوية رجل الفترة الأولى. الشوط الثاني بدأ بزوز تغييرات من الجانبين، وعلى عكس ما شفناه في الفترة الأولى البداية المرة هذه كانت من جانب مستقبل المرسى. عزيز الشاوش يسدد وشوية كان حاضر يرجع الكرة أمام أدجوا فليب يصوب، تضرب في مدافع زليزة، والحكم هيثم الطرابلسي دون تردد يعلن عن ضربة جزاء في الدقيقة 49. عثمان القروي في التنفيذ، والمرة هذه غلط الحارس عبد القادر شوية ويمضي على هدف التعادل 1-1. بعد الهدف يعود الضغط لمستقبل جيبس، وأبرز فرصة كانت بعد تصويبة قوية من آدم بوليلة تصطدم بالقائم الأيمن للحارس بشير العباسي. 66 دقيقة لعب، خطأ فادح من حارس مستقبل المرسى اللي أعطى هدية للبديل عزيز السكرافي، وهالأخير بكل سهولة يضع الكرة في الشبكة ويمضي على الأسبقية من جديد لزليزة. بعدها ما عرفش مستقبل المرسى يرجع في النتيجة لتنتهي المباراة على انتصار مستحق لمستقبل جيبس، وأول انتصار ليه على ميدانه أمام جماهيره بعد تعادل الجولة الأولى ضد الترجي الرياضي قبل التحول للملعب الأولمبي بسوسة لمواجهة النجم الساحلي. في حين مستقبل المرسى ينقاد للهزيمة الثانية في 3 جولات ومطالب بالتدارك أمام الاتحاد